اخذوا العلم بدون استاذ وبدون شيخ معلم، اخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما ادراك انه ضعيف، ربما يروى من طريق اخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فان الامام ابن كثير والامام ابن القيم اجازا العمل بالحديث الضعيف في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال. فاذا كان مرويا في المكارم وفي الاخلاق فان ائمة المحدثين اجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث مراهق، قرأ 3 كلمات او 3 ورقات من كتب ابن تيمية او كتب ابن عبد الوهاب، استطاع ان يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ الازهر، يا من نمتم وتركتم الاسلام نهبا لكل من هب ودب. ايها الاخوة الاعزاء، وكل من اراد ان يحرم او يحلل حرم وحلل على حسب هواه.